السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ جبت لكم اليوم وصفه خطيره بزاف ديال الثقاف اللي كانوا كيديروا جدودنا، لا بالنسبه للعيالات ولا حتى للرجال، اللي شحال من واحد دارها وجاب ربي عليها الشفاء. عندنا هنايا العرعر والحبه السوداء معلقه مخلطه، وعندنا الريحان، وعندنا اوراق الغار اللي هما معروفين باوراق سيدنا موسى، وعندنا الفجل. هاد المكونات طبعا راه كيتوجدوا عند اي عطار مشيتي عنده كيعطيهم لك. الوصفه كالتالي بالنسبه للبنات ولا حتى للرجال. بالنسبه للبنات اللي كتكون متقفاهم جداهم ولا الام ديالهم خوفا عليهم من الزواج، كيقول تيبيو تزوجوا وديك الساعه نحلوهم، وهما راه كيديروا غير المشاكل للرحم ديال ولادهم وما كيكونوش عارفين. وبالنسبه للرجال اللي كتكون متقفاهم شي وحده انتقاما منهم، كناخذوا معلقه كبيره مخلطه من العرعر والحبه السوداء، ومعلقه كبيره ديال الريحان، وثلاثه ديال الحبات ولا 4 ديال الغار اللي هما معروفين باوراق السدر، اوراق سيدنا موسى سمحوا. وكناخذوا معلقه كبيره من الفجل. بالنسبه للعيالات كيلبسوا بيجامه طويله وكيديروا هاد الاوراق هذا الشيء العشب كامل كيتجمعوا وكيقراو عليهم 7 مرات سوره الفاتحه و7 مرات ايات الكرسي، كيشدوهم في المجمر كيبخروا بهم. بالنسبه للرجال كذلك كيلبسوا فوقيه ولا قندوره وكيبخروا بهم. وبالنسبه ملي كيبقى هذا الثقاف هذا في الرحم كيطوروا مشاكل، كاين اللي كتمشي ليه الحيض، كاين اللي كيجيو اوجاع، كاين اللي الحيض تضغط عليه، كاين اللي كيكونوا عنده الاكياس، لانه واحد كل الثقاف كيطول في بنادم وهما كيزيدوا المشاكل كيطوروا. كنشدوا نفس مقادير نفس الايات كنشدوهم وكناخذوهم في كاسرونه، كناخذوا كاسرونه وكنديروا فيها هادشي كامل وكنخليوها تطبخ مزيان باش ما تبخات، باش ما كيطلع لنا داك البخار. كنديروها كما الطريقه اللي كنديروا بالمجمر كنديروها بالبخار، كنديروا كاسرونه وكنوقفوا عليها وكنخليو داك البخار كيطلع للرحم باش ما كيطلع داك البخار باش ما الرحم ديالنا كتنقى. وكنفضل تكون هذه الوصفه هذا بالنسبه للنساء بالليل، لانه حفاظا عليها من البرد، لانه ما يمكنش ديريها وتمشي تخرجي ويكون خصيله كان البرد راه كترجع بالالم من بعد. هذه هي الوصفه اللي كانت ديالنا اليوم، ونتمناو يا ربي تجيب الشفاء لكل واحد، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بوصفه جديده. السلام عليكم.